أهلا وسهلا للجميع، فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. نبدأ على بركة الله. راح أحضر خبز البرجر. أحتاج إلى كوب من الحليب الدافئ، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. أخلط كل المواد. أضيف كوبين من الطحين. طبعا إضافة الطحين تكون بالتدريج. رشة من الملح. راح أعجن الخليط، وراح أشوف إيش قد يحتاج كمية من الطحين وأكمل الباقي. بعد ما عجنته إنه هي بعدها غير متماسكة العجينة، احتاجت إلى نصف كوب من الطحين، وراح أعجن العجينة. كمية الطحين اللي استخدمتها كوبين ونصف. بعد ما عجنتها راح أضيف ربع قالب من الزبد بدرجة حرارة الغرفة، وراح أعجن الزبد مع العجينة. طبعا تحتاج عجن لمدة 5 دقائق حتى تتماسك العجينة. نترك العجينة تختمر لمدة 40 دقيقة. في هذا الأثناء راح أعمل برجر الدجاج. أحتاج إلى صدر كبير من الدجاج، قطعته إلى قطع وأضعه في محضرة الطعام. أحتاج نصف رأس من البصل، وفصين من الثوم المهروس، وعصرة ليمون. إضافة البهارات ملح، بابريكا، فلفل أسود، ورشة من الفلفل الأحمر الخشن. أخلط كل المكونات. هكذا يكون قوام الدجاج. راح أضيف معلقتين من الطحين، معلقة من الزيت، وعندي هذا القالب راح أشكل أقراص البرجر. وأستخدم الكورن فليكس لتغطية البرجر الدجاج، وهكذا أغطي الأقراص الدجاج. وهاي كملت ويانا أقراص الدجاج. راح أخليها بالثلاجة لتبرد قليلا. العجينة كملت ويانا. راح أبدي أشكلها. بشكل العجين على شكل دوائر هكذا، وأتركه يتضاعف حجمه لمدة ربع ساعة. لدي حليب وأضيف له معلقة من العسل. هذا الخليط أستخدمه لدهن خبز البرجر. وهكذا أدهن العجين. رشة قليلة من السمسم. يدخل الفرن على حرارة 180 لمدة من 20 إلى 25 دقيقة. وبهذا الأثناء راح أقلي برجر الدجاج. هاي بعد ما قليت كل الكميات هكذا يكون ويانا برجر الدجاج كمل. وكذلك خبز البرجر أصبح جاهز. أتركه ليبرد قليلا ثم أستخدمه. راح أعمل صوص بسيط لدهن خبز البرجر. أحتاج إلى معلقتين من المايونيز، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وإلى القليل من شيلي صوص. راح أدهن خبز البرجر بالصوص اللي سويته. نضيف الخس وبرجر الدجاج. كملت ويانا هاي سندويشة البرجر. والإضافات بكيفكم انتو شو تحبون تضيفون، طماطة أو بصل حسب الرغبة.
راح أعمل سندويشة تانية بإضافة سلطة اللهانة مع الجزر، طبعا كلش طيبة ويا الدجاج. وهكذا راح تكملت ويانا اللفة الثانية من البرجر. كملت ويانا وصفة برجر الدجاج. طبعا هاي الطريقة لعمل برجر الدجاج من أطيب الطرق اللي جربتها لعمل برجر دجاج مقرمش. وطريقة عمل خبز البرجر بعجينة هشة ولذيذ وطعمه مثل الجاهز. أتمنى عجبكم فيديو اليوم. شكرا على مشاهدة الفيديو. دمتم برعاية الله وحفظه.